زلزال في القاهرة. زلزال في محافظات مصر. زلزال مصر يشعر به سكان مصر. ما الذي حدث؟ هل كل أسبوع يحدث زلزال في مناطق محيطة بمصر ويشعر به سكان مصر؟ في اليوم الخميس 22 من مايو للعام 2025 وفي الصباح باكر شعر سكان مصر بزلزال، وفاد المركز الأورو-متوسطي لرصد الزلازل اليوم الخميس بأن زلزالا بقوة 5.9 ريختر، وتعددت حسابات قوة الزلزال من 6.5 6.4 و5.9 بمقياس ريختر للزلازل بأن ذاك الزلزال قد ضرب اليونان. وقال المركز الأورو-متوسطي أن الزلزال ضرب منطقة كريت في اليونان، ووقع على بعد 79 كيلومترا شمال شارك هيركليون، وهي منطقة في جزيرة كريت في اليونان. وأفاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأنهم شعروا بالزلزال في شمال القاهرة. وفي الأسبوع الماضي حدث زلزال شعر به سكان القاهرة، فقد قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوزفيقية في مصر بأن الزلزال الذي شعر به السكان يوم الأربعاء الماضي، والذي كان بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر، ووقع على بعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد بعمق 76 كيلومترا تحت الأرض، الذي ضرب مصر في يوم الأربعاء الماضي. وأكد المعهد الجيوزفيقي المصري أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل المصرية لم تسجل حتى الآن أي توابع للهزة الرئيسية، ولم ترد أنباء عن وقائع إصابات أو أضرار مادية. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن زلزالا آخر بقوة 6.1 درجة ريختر دمرته جنوبي مدينة فراي اليونانية في الساعة الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان بعض المدن في تركيا. وكان ذلك في الأسبوع الماضي. وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق الناشطة زلزاليا، وتشهد بين الحين والآخر هزات متوسطة إلى قوية تتوافت آثارها بين الشعور بها وبين التسبب في أضرار متفاوتة.